السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير. مرحبا بكم عند قناتي وقناتكم بلان ماجيك. اليوم نهار جديد، فيديو جديد، جبت لكم واحد الوصفة صراحة صحية غادي تكتشفوها. بقاو معنا حتى نهاية الفيديو تكتشفوها معنا، اللي هي ديسير بالتفاح والشوفان. ديسير صحي وسهل وبسيط وبمقادير متوفرة، يعني اقتصادي. نهار ان شاء الله كي كنتي تقدمه يجن ديسير يسهل بسيط وصحي. الشوفان التفاح قيمتك كي حتى نهاية الفيديو اتزانت الطريقات المقادير. اذا بسم الله على بركة الله. عندي هنا زليفات ديال الفران مدهونين بالزبدة ومرشوشين برقائق الشوفان. غايدانيتين طاسة وفاران تفنطو فاران دجاج دهن خصنت سمادي كارش خصنت رقائق الشوفان. كني تتقنت غا كانت المولات شتينا زليفات نغاري، المهم غير دايرين تفنو فاران. وعندي هنا في واحد الاناء عندي فيه جوج تفاحات منقيين مقطعين مكعبات صغيورين معصور عليهم الحامض. غايدانيتي 2 تفاحين قشانت سخنت مرصوات كحين عصا خاصنت الحامض. ضروري تعصروا عليهم الحامض لان التفاح راكم عارفين كيتاكسد دغيا كيتاكسد هو. اذا غادي ندير واحد الطبقه ديال التفاح ما بين معلقه حتى 2 معالق اللي غادي نخوي في داك زليفات. هاد خرج الطبقه طبقه مزيان رقيقه من التفاح حتى مزياروت، ما قخنش ما بين طنجة تاني غنجاين التفاح يخوي خليها. المهم تني لاكوش تمزيرت هي لاكوش التفاح. صدقوني هاد الديسير كيجي زوين بزاف. انا حتى عجبني عاد شاركته معكم. راكم عارفين الفوائد ديال الشوفان. صافي نستمروا هكا حتى نسالي داك الطويصات داك الزليفات. غادي نطرفوهم ونمشيو نوجدو الخليط. غادي نجيب واحد البول او اناء غايدا 125 غرام رقائق الشوفان حماخن غير شويتي حما ماشي بزاف لان عاد في نوفاران غير باش نتكس الرطوبه مي صافي. عندي 125 غرام ديال رقائق الشوفان محمر غير شويه باش تحيد منه داك الرطوبه، ما تحمروش بزاف. باقي غادي يدخل الفران. وغادي نضيف 2 معالق كبار عامرين ديال اللوز محمر في الفران حتى هو مقشر ومهرمش غليظ. غاسان وخنين غنجايين تيم قرانين عمانت الجوز يحمى يقشر حايخ يوزع شوي وشويه الزبيب اختياري. زبيب صراحه الزبيب حتى هو راه مفيد كيزيد يغني هاد الديسير. عندي نص كاس ديال سنيده. نخلط كل شيء وقبيصه د الملحه. انا خاصن ازين كاس سنيده اج نقيت نمرح ضروري الملحه لانها هي اللي كتصح الذوق. نخلط شويه ونضيف واحد 60 غرام ديال الزبده. انا خاصن يجن 60 غرام الزبده منتيكه. قسنت من دي مرصوصن باش كنت عذرا تخلطنت. هنايا غادي نرمل الخليط، غادي نخلط باطراف الاصابع حيت هذا الخليط راه كرامبل نيت غير هو بالشوفان ماشي بالطحين.
هانتوما كيما كيبان لكم زانيتين وعجنتي الخليط، لا تخلطت غير الاطراف من الاصابع صافي، لان انت تسد ام الكرام بلي ديتاس انت اصلا صافي. هانتوما ملي دخلنا داك الزبده في داك الشوفان في داك الخليط مزيان، غنضيف واحد معلقه صغيره ديال لافاني السائل. الا ما عندكمش ديروا ساشي د الفاني. هانو خاصيش نتغنجي طم مزيان الفاني السائل، مرغاكمشي قميج ساشي الفاني فاني عادي، ولكن الصراحه راه لافاني السائل هو اللي كيعطي واحد النكهه زوينه بزاف. ومعلقه ديال الماء صافي نخلط. هانتوما شفتو كي جا بحال السكسو. صافي وغادي نبقى نخوي بالمعلقه فوق داك التفاح. داك التفاح خصو يتغطى، ما خصوش يبان، تغطى بداك الخليط ديال الشوفان. صافي غنتي تعمق السغنجه تخوي الخليط ني خصها التفاح وتهاشي صافي غطى كلشي. هاكا مختوره نتقي الفيديو كما كيبان لكم في لا فيديو. في الصوره راه واضحه كما قلت لكم في الاول، ساهل وبسيط. صافي وغادي نزين بالشوكولات كوكيز، حبيبات نتاع الشوكولات اختياري. ثانيتين انا خاص شويتين شوكولاتي كنوع من التزيين وصافي. الشوكولا حبيبات نين كوكيز، وغادي ندخلهم للفران. تكونوا سخنتوه مسبقا، ولكن ما سخونش بزاف، لا عادي بحال الكيك. كتعطي الحراره ما بين 180 درجه هكاك. كتدخلوه حتى يتحمروا من التحت ومن الفوق. الفوق راه دغيا كيتحمر الشوفان. نتوما من التحت غير كتشوفوا داك التفاح بدا كيتحمر صافي، وحمروه من الفوق، وطفيو العافيه من التحت وديروا له العافيه من الفوق. المهم كل وحده وعارفه الفران ديالها. هانتوما كيما كتشوفوا هانتوما كيجي صراحه كيجي زوين بزاف. نتمنى تجربوا هذه الوصفه. ما تنساونيش من التعاليق الزوينه ديالكم. نتمنى اللي ما اشتركش في القناه نتمنى يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش يتوصل بالجديد ديالي. والى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله، ومع السلامه، في امان الله ورعايته.